سنة 1865 اتولد شخص غير تاريخ البشرية كلها وغير في حياتك وفي حياتي أنا كمان بسبب الراجل اللي أنا جاي أتكلم عنه النهاردة دوت. أنت بتسمعني وشايفني حرفيا كل حاجة حواليك عينك بتقع عليها الراجل ده هو اللي اخترعها. تلفزيون، راديو، حتى الموبايل، السماعات، الوايرلس، القنوات الفضائية، الدش، كل حاجة حرفيا هو اخترعها. ورغم ذلك الراجل دوت في عهده اتحارب جامد جدا لانه اتهم ان هو ساحر ومشعوذ وبيستخدم السحر الاسود لانه بيحرك الحاجات عن بعد. الراجل ده من 150 سنة قدر يخترع الريموت كنترول وقدر يحرك بيه قارب في المية، لدرجة ان هو اخترع اجهزة تتحكم في الطقس والطبيعة. ده لدرجة ان هو في مرة عمل زلزال صناعي كان هيهد نيويورك وقتها، لكن في مرحلة ما الراجل ده وصل لها خلى الدول العظمى كلها تخاف منه لما قدر يتواصل مع الكائنات الفضائية ويبقى في بينهم وبين بعض رسائل حقيقية اللي التاريخ كان قاصد يخفي سيرته عن كل البشرية. كل الكلام اللي أنا قلته من شوية دوت كنت قاصد بيه المخترع العبقري العظيم نيكولا تسلا. لما تسمعوا حكايته هتعرفوا ليه الدول العظمى كلها قاصدة إن هي تخفي سيرته حتى الآن. تبدأ قصة بطلنا من ليلة من ليالي كرواتيا لما اتولد سنة 1856، واليوم ده كان من أصعب أيام كرواتيا لأنه كان مليان برق ورعد وأمطار غزيرة، لدرجة إن كل الأهالي لما عرفت إن الولد ده اتولد في اليوم ده قالوا إن هيكون حياته شؤم وهيشوف أيام صعبة جدا. نيكولا كان والده كان كاهن مسيحي أرثوذكسي وكانت أمه ست عبقرية جدا، لدرجة إن نيكولا كان دايما يكتب في مذكراته عن أمه إن هي مصدر قوته وإلهامه. في الوقت دوت كان أكتر اتنين ليهم مهابة واحترام في الدولة كانوا رجال الدين ورجال الشرطة، علشان كده الكاهن دوت كان عايز نيكولا ابنه يطلع كاهن زيه، لكن ده كان عكس إرادة نيكولا، وده كان مسبب صراع شديد جدا بين ابوه كاهن وبين نيكولا تسلا، لحد ما نيكولا اتصاب بحمى شديده جدا وخلت درجه حرارته عاليه، لدرجه ان كل الاطباء اللي كشف على نيكولا حكموا ان ده اخر يوم في عمره وانه مش هيعيش بعد كده. دخل ابوه الكاهن يصلي عليه صلاه الوداع، بس الاب الكاهن لما دخل على نيكولا وهو مريض اتفاجئ بطلب غريب جدا بينطقه نيكولا. قال له انت لو سبتني اخش مدارس الهندسه هعيش ومش هموت. طبعا الاب بص له كده وافتكر ان ده هذيان الموت وقال له حاضر قوم بالسلامه واللي انت عايزه هنعمله. الحاجه الغريبه بقى واللي تقال عليها معجزه انه مجرد ما الاب الكاهن وعد نيكولا انه هيحقق حلمه اتفاجئ ان نيكولا قام من على السرير والحمى راحت منه، وكأن روح نيكولا متعلقه بكل احلامه اللي جايه. عايز اقول لك معلومه تخليها على جنب كده هنحتاجها في الاخر، ان في الوقت دوت نيكولا وهو عنده حمى كان بيتكلم بطلاسم وكلام غريب جدا وما كانش حد فاهمه خالص. كل اللي حواليه ساعتها قالوا ان الولد ده اكيد الحراره خلت مخه يضرب ويقول أي كلام مش مفهوم. وبدأ نيكولا في رحلته لعالم الهندسة وكان متفوق جدا على كل اللي في سنه، لدرجة إن هو كان بيحل مسائل صعبة جدا رياضية أساتذته نفسها ما كانوش عارفين يحلوها، لدرجة إن في مذكرات نيكولا مكتوب كده إن في واحد من الدكاترة اتهم نيكولا بالغش وقال له أنت استحالة بخبرتك الصغيرة دي تقدر تحل المسائل الرياضية القوية دي. خد بالك أنا بتكلم معاك عن واحد ما كملش 12 سنة وجات له كمان منحة دراسية من جامعة جراتس التكنولوجيا اللي في النمسا، وفي سنة واحدة قدر يوصل لمستويات عالية جدا في الدراسة عن طلاب بقالهم سنتين 3. لكن لظروف ما غير معلومة في مذكرات نيكولا إنه جه على السنة الأخيرة وطلب إن هو يأجلها، لكن الجامعة رفضت وخرج نيكولا من الجامعة من غير ما يكون مع شهادة. لكن نيكولا ما كانش بيهتم خالص بموضوع الشهادات ده، كان أهم حاجة عنده هو إنه يتعلم. كان بيروح الجامعات ويقعد محاضرات ويسمع الدكاترة وهي بتشرح ويركز معاهم حتى لو ما كانش طالب ساعتها، لأن عقلية نيكولا في الوقت دوت كانت سابقة عقول كل الدكاترة في عصره، وبسبب كده كان دايما في خلافات جامدة وصدامات مع كل الدكاترة لأن كان عنده نظريات مختلفة تماما عنهم. ولما كان بيقعد مع الدكاترة ويتكلم عن اختراعاته وأحلامه كان بيتقال عليه إن هو مجنون وخياله واسع من كتر الخيال اللي هو كان بيتكلم عنه. بالمناسبة بأكد عليك إن أنا وإنت دلوقتي عايشين في جزء من خيال نيكولا تسلا. وبتبدأ مرحلة جديدة في حياة نيكولا في سنة 1882 لما قرر إنه يسافر فرنسا ويشتغل في أعظم شركة في الوقت دوت لأشهر عالم وهو العالم توماس أديسون اللي اخترع المصباح في الوقت ده. توماس في الوقت دوت كان بيملك شركتين كبار جدا، واحدة في فرنسا والتانية كانت في نيويورك. لكن الغريب إن بدأت رحلة صراع شديدة جدا بين نيكولا تسلا وبين توماس أديسون بعد ما توظف عنده لسنتين. تعال نعرف قصة الصراع دي. وقتها حصل عطل في خطوط الحديد في الشركة في فرع نيويورك ووقف الشركة تماما، لدرجة إن توماس أديسون عرض مكافأة على المهندسين قيمتها $25,000 للي هيعرف سبب العطل ده إيه. طبعا توماس أديسون استعان بكبار المهندسين عشان ينقذ نفسه من الورطة الخطيرة دي،
لكن للأسف كبار المهندسين فشلوا إن هم يعرفوا الخطأ أو حتى يعالجوه. هنا نيكولا راح لتوماس أديسون وقال له أنا ممكن أكتشف العطل ده وكمان ممكن أصلحه. وبالفعل سافر نيكولا لنيويورك وبقى مواطن أمريكي، وراح اشتغل على العطل دوت لدرجة إن هو عرف فعلا إيه سبب العطل وكمان عالجه. في الوقت دوت نيكولا قرر إنه يرجع تاني نيويورك لتوماس أديسون علشان يطالب بالمكافأة اللي هو قال عليها $25,000. لكن توماس لما شاف كده حس إن الولد ده عبقري جدا وشاب لسه صغير في السن، وإن نجوميته ممكن تغطي على نجومية توماس نفسه. يعني زي ما احنا بنقولها بالبلدي كده إن عدوك هو ابن جارك. وحاول توماس يحطم نفسية نيكولا ورفض يديله المكافأة، بس يا ريته رفض بكل الشياكة. لا، ده خلاه واقف وسط الناس في حفلة كبيرة وقال له انت صدقت ولا ايه يا عم نيكولا؟ احنا كلنا بنهرج معاك، بس عشان انت لسه طفل صغير ومش متعلم فخدت التهريج جد، ولا في مكافأة ولا في اي حاجة عندي. الموقف ده خلى نيكولا يخش في حالة من الحزن والاكتئاب الشديدة، لدرجة ان نشأ عداوة جامدة جدا بينه وبين توماس أديسون، وده خلاه ان هو يقدم استقالته ويمشي من شركة توماس خالص. لكن القدر كان له كلام تاني خالص. حصلت مشكلة كبيرة هندسية عند توماس خلت شركاته كلها تتوقف وبقت مهددة ان هي تقفل تماما، وده اللي خلى توماس ان هو يعرض مكافأة مالية قدرها $50,000. والرقم ده على فكرة في الوقت دوت كانت ثروة ضخمة جدا. هيعرض المكافأة للي يعرف يحل المشكلة اللي شركاته وقعت فيها. الغريب بقى ان نيكولا تسلا راح لعدو توماس أديسون وقال له انا اقدر اعالج لك المشكلة دي واقدر انقذ لك الشركة من الاغلاق التام. وفعلا نيكولا حط الموضوع في دماغه وقعد 6 أشهر يشتغل من غير ما ينام ليلة واحدة. فضل شغال لحد ما وصل ان هو يحل مشكلة الشركات دي والشركات ترجع تتفتح تاني. وكأن نيكولا من كتر علمه وخبرته وعبقريته انقذ عدوه من الاغلاق التام. وراح نيكولا علشان ياخد المكافأة لتاني مرة. توماس بيطلع مش كويس معاه وبيهينه ورفض يديله المكافأة. في الوقت دوت بقى انا عايزك تتخيل كده الحالة النفسية بتاعت نيكولا عاملة ازاي بالظبط. ده حتى اعدائه كانوا متعاطفين مع نيكولا وقالوا نيكولا دوت قدامه حاجة من الاتنين، يا اما قريب جدا هنسمع ان عمل جريمة قتل وقتل أديسون، يا اما هينتحر من كتر الحزن والقهر اللي هو شافه. لكن الناس العبقرية اللي عندها مخ مميز ما بتفكرش زي باقي الناس، لان كان اهم حاجة عنده ان هو يخترع ويحقق احلامه انه يوصل لمراحل عالية جدا في كل الاختراعات. توماس كان نظام الكهرباء بتاعته اللي هو اخترعها كانت نظام الثابت اللي هو بيمشي في اتجاه واحد. هنا نيكولا فكر واخترع نظام متردد اللي هو بيوزع الكهرباء في كذا اتجاه. طبعا الكلام دوت لما يتحقق على ارض الواقع في الاجهزة هيوفر جامد جدا عن شركات توماس. تعال بقى اشرح لك الفكرة او الفرق بين النظامين بالبلدي كده من غير تفاصيل كتيرة. الكهرباء بتاعت عم توماس كانت بتعتمد على التيار مولد واحد بس اللي هو الثابت. يعني انت محتاج في كل شارع تحط مولد كبير. طبعا مولد كبير يعني بيكون مليان اسلاك مع المطره مع اي حد ماشي في الشارع معرض للخطوره، وكان فعلا بيحصل حوادث كتير. لكن نيكولا اخترع التيار المتردد، يعني ممكن كل 3-4 شوارع يعمل مولد واحد بس يوصل الكهرباء لكل البيوت واكثر امانه. طبعا الكلام دوت هيخلي مبيعات توماس تقل وتبقى زيرو. عشان كده توماس عمل حاجة غريبة جدا. الراجل عمل عروض سيرك مجانية على حسابه الشخصي في الميادين العامة قدام الناس كلها، وجاب حيوانات علشان يجرب فيهم التيار المتردد اللي نيكولا لسه مخترعه. وكان أول ما أي حيوان يلمسه التيار الحيوان كان بيموت بطريقة بشعة جدا قدام الناس، ويقول لهم هي دي خطورة التيار المتردد بتاعت نيكولا اللي هو لسه اخترعها. طبعا توماس في الوقت دوت يا جماعة كان يعتبر من رجال الأعمال اللي هم مشهورين جدا في العالم، لأن كان هو الوحيد اللي بيورد المولدات الكهرباء للدولة. لكن نيكولا كان لسه بيبدأ حياته لأنه كان شاب فقير ومعهوش أي حاجة إن هي تمول المشروع بتاعه. في الوقت دوت نيكولا اتعرف على 2 من رجال الأعمال اللي كانوا معجبين جدا بفكره، خلوه في شراكة معاهم واخترع اختراعات كتيرة جدا لحساب شركتهم. لكن للأسف نيكولا اتنصب عليه لثالث مرة. لكن نيكولا ما يأس وفضل مكمل في اختراعاته وأفكاره، لدرجة إن هو أخذ براءة اختراع لكذا حاجة ليه جديدة. هنا بقى توماس حس بتهديد مباشر منه وفكر إن هو يرفع عليه قضية، وقال إن نيكولا سرق مني اختراعات كتيرة ونسبها لنفسه. لكن نيكولا قدر يثبت إن الاختراعات ديت بتاعته هو وكسب القضية. ومن الواضح كده يا جماعة إن توماس ده كان ليه أعداء كتيرة جدا، لأن في الوقت دوت ظهر واحد اسمه جورج ويستنجهاوس. الراجل دوت كان بيكره توماس قوي،
وكان عايز يحاربه بأي طريقة. فشاف إن الشاب نيكولا تسلا يعتبر سلاح خطير جدا علشان يحارب بيه توماس أديسون. وهنا بدأت رحلة جديدة لنيكولا تسلا بتعاونه مع جورج اللي بدأ يمول المشروع بتاعه. وبدأت هنا رحلة بقى الصراع العظيم بين الكهرباء بتاعة نيكولا اللي هي النظام المتردد وبين كهرباء توماس النظام الثابت. في الوقت دوت جورج اشتغل مع نيكولا بكل حرفية وبكل ضمير. صراحة الراجل قال له أنا هشتري الاختراع بتاعك دوت، وكتب له شيك ب$60,000 وكمان شوية أسهم في شركته. ونيكولا قبل العرض وقال له بالنص كده سيبني بقى يا عم نيكولا أحارب توماس براحتي. وقامت حرب جديدة بين جورج وتوماس. طبعا نيكولا بره الحرب دي كلها وبدأ يكمل في اختراعاته اللي هو كان بيحلم بيها، لدرجة يا جماعة إن نيكولا كان بيخترع الاختراعات ويسيبها على جنب، ما كانش حتى عنده وقت إن يروح يثبت براءتها ليه. والموضوع ده سبب إن هو خسر اختراعات كتيرة جدا واتنسبت لناس غيره، زي مثلا ملف تسلا اللي هو اخترعه دوت اللي اتنسب لتوماس وعمل براءة اختراع ليه، زي الراديو الشهير ماكروني الإيطالي اللي هو ظهر المخترع دوت وخد الراديو دوت ونسبه ليه، مع إن الراديو ده في الأصل كان نتيجة ل 18 اختراع من نيكولا تسلا. وللأسف الراجل الحرامي دوت خد جايزة نوبل على اختراع هو ما اخترعوش. وكالعادة نيكولا ما اهتمش ولا فكر ولا عمل أي حاجة مع الناس ديت، لأنه كان مشغول في حياته بالاختراعات. الراجل يا جماعة في سنة واحدة بس عمل 30 اختراع، وتطورات الاختراعات ديت هتلاقيها حواليك في كل مكان، لكن للأسف هتلاقي الاختراعات ديت بأسماء ناس كتير جدا. لأن أنا بأكد عليك إن عم نيكولا دوت ما كانش مهتم إن ينسب الحاجة باسمه أكتر ما كان بيهتم إن هو يطلع للعالم كل يوم اختراع جديد ينفعهم، زي الدينامو والريموت الكنترول والأشعة السينية وكتير جدا من الاختراعات. لحد عم نيكولا بقى لما وصل لمرحلة خطرة جدا، وهي دي اللي قلت لك إن الدول كلها كانت خايفة منه، إنه قدر يخترع أشعة ليزر تدمر الكوكب لنصين. تعالى بقى كده اما احكي لك باختصار الراجل ده دماغه وديته فين بالظبط. الراجل بدأ يفكر في ازاي ينقل المعلومات بطريقة لاسلكية، وده خلاه يعمل برجين كهرباء كبار جدا ينقلوا الكهرباء في كل البيوت وكمان ينقلوا المعلومات. الموضوع ده يا جماعة كانت البذرة للاختراعات الانترنت والواي فاي وشبكات المحمول، لأن كان أهم أحلام نيكولا إن أي حد في العالم في أي مكان يوصل له الكهرباء ويوصل له شبكة المعلومات اللي هي التليفون المحمول. يعني احنا بنتكلم عن واحد من 100 سنة كان بيفكر في الاختراعات اللي هي في ايدينا دلوقتي، اللي محدش وقتها كان مصدقه وكان بيفتكروا ان بيتكلم في الخيال. الغريبة ان نيكولا لما كان بيتكلم مع شركاته فكانوا بيشوفوا ان نيكولا بيقول كلام غريب جدا ويقول اختراعات وهمية، وخافوا وحس ان هو مخه بدأ يضرب فانسحبوا. وهنا نيكولا ما قدرش يكمل الابراج الكهرباء بتاعته، وللاسف نيكولا هد البرج دوت واعتكف في غرفته واعلن افلاسه تماما. بس نيكولا ما كانش ساكت في وقت اعتكافه، ده كان بيخترع جهاز ازاي من خلاله يستقبل ويرسل معلومات بينه وبين الفضاء. ونيكولا يا جماعه في الوقت دوت قال يا جماعه خلي بالكم ان في كائنات فضائيه بتحاول تبعت لي رسائل، بس ما حدش صدقه خالص في الوقت دوت وقال عليه ان هو مجنون. بس في ظروف غامضه بمجرد ما نيكولا اعلن انه بيتواصل مع الفضاء حصل حريق شديد جدا في غرفه نيكولا، وللاسف الحريق دوت اتسبب في احتراق كثير من الاختراعات اللي هو اخترعها. وكان اللي عمل الحريق في اوضه نيكولا تسلا ده كان عايز يمحي اسمه من على وش الارض. اللي دخل يحرق الاوضه حرق كل حاجه، كل الاوراق والابحاث وكل حاجه نيكولا كان كتبها وفكر فيها. لان نيكولا في الوقت دوت كتب مقاله شهيره جدا هي اسمها التحدث الى الكواكب، لكن محدش اهتم خالص واتهموه بالجنان وقالوا ان الراجل عقله خلاص ضرب من كتر الصدمات والتفكير اللي هو شافها في حياته. وكانت نهايه نيكولا غريبه جدا، قعد اخر 9 سنين من عمره ما يعملش اي حاجه خالص غير ان هو يربي في حمام. لكن الكلام عن الراجل دوت استحاله يخلص وعمره ما هيخلص. الراجل دوت هو اللي حط البذره والنواه لكل الاسلحه المدمره ولكل الاسلحه اللي هي قادره تغير في طقس ومناخ الجو. يعني مره عم نيكولا دوت اخترع جهاز زي ما قلت لكم في البدايه ان هو قادر يشق الكوكب نصين، لكن طبعا عشان يجرب الجهاز دوت كان صعب لان هي التجربه معناها انه هيدمر العالم. عمل نموذج صغير من الجهاز ده وجربه في الاوضه عنده، اللي تسبب في زلزال قوي جدا في نيويورك في الوقت ده. طبعا لما شاف النتيجه المذهله اللي سببت الزلزال دوت هنا نيكولا اخفى الاختراع وخاف ان اي دوله من الدول تاخده وتستخدمه غلط. فعلا اللي نيكولا كان بيفكر فيه وحسبه طلع صح، لان يوم وفاه نيكولا جت وكاله استخباريه فتشت الغرفه بتاعته وخدت كل حاجه وخدت كل الاوراق والابحاث، لدرجه ان نيكولا ساعات كان بيكتب ابحاث عن الحيطه
برضه صوروا الحيطة ومحوا كل حاجة. طبعا الوكالة الاستخبارية ديت كانت بتعمل كل ده عشان توصل للجهاز اللي نيكولا اخترعه، لكن من حسن حظنا وإن نيكولا بيحب البشرية قدر فعلا إنه لحد دلوقتي يخفي الجهاز. كل اللي أنا قلته النهاردة ما يجيش أي حاجة في حقيقة نيكولا تسلا. علشان كده أنا عايزك تعتبر حلقة النهاردة هي البداية للبحث عن حياة الراجل دور بنفسك وهتكتشف إن أنت مديون له بحاجات كتيرة جدا من اختراعاته.